بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس. كان هذا فطورنا البارح وقلت نشاركه معكم. درت هذا الطبق اللبني ورافقته مع خبز الدار. خبز الدار راح يجي خفيف ريشه يذوب في الفم، وراح ندير لكم باصغر كيله، يعني قيس كرصه صغيره برك البنات المبتدئات. نروحوا الان طريقه تحضير. نبداوها بالخبز. عندي نص مغرفة كبيرة خميرة الخبز ونص مغرفة كبيرة سكر. نزيد لهم شوية تاع ما يكون دافي، ونبقى نخلط مليح حتى تذوب الخميرة والسكر، ونخلي الخميرة هذيك تتفاعل ويتضاعف الحجم نتاعها. من جهة أخرى عندي 2.5 كيسان تاع سميد يكون رقيق ويكون من النوعية الجيدة، لازم يكون فيه العلك. نزيد لهم غرفة صغيرة ملح ومغرفة كبيرة معمرة بومبي حليب. طبعا الحليب اختياري، بصح راح يمدلكم بنة وخفة لهذا الخبز، ولم بالما يكون دافي. العجينة ما تكون جارية ما تكون يابسة، طرية برك. نبدأ نعجن مباشرة، اني نعجن ونقطع. نبقى نعجن ونقطع حتى تتفاعل الخميرة. نجي هنا نقسمها على 3 مرات، بعد ما ضاعف الحجم تاعها نجي نقسمها على 3، وكل قسمة نحطو نبقى نعجن ونقطع حتى يختفي. تبعوني البنات واش نشرح لكم باش تنجحوا في هذا الوصفة. ها كي اختفى القسم الاول زدت القسم الثاني، وبنفس الطريقة راني نعجن ونقطع. البنات ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو ديروا لنا اعجاب وخليوا لنا تعليق، وبلا ما ننسى متتبعاتي الوفيات، لكم مني كل الحب كل الاحترام والتقدير على وقوفكم معايا وعلى دعمكم. راني نقرأ تعليقاتكم واحد واحد. هنا كي اختفى القسم الثاني زيد الثالث والأخير. هنا كي خلصت الخميرة نجيب نص كيس تاع ما يكون دافي ونحطه بالتدريج. المقادير راهي مضبوطة البنات، باش تنجحوا في هذه الوصفة تبعوني خطوة بخطوة. هاكم تشوفوا كي يختفي الماء زيد شوية. هنا كملت نص كيس، وهنا نجيب نص كيس تاع زيت. اعذروني برك على الصورة البنات، واضح هنا نص كيس تاع زيت. زيدوا حطوه بالتدريج، ما تحطوهش دفعة واحدة، وكم تعجنوا وتقطعوا حتى تكملوا نص كيس كامل. العجينة راح تعبكم شوي، تلقوها تتلاصق في اليد، بصح النتيجة راح على بالي يعجبكم الخبز هذا. في الأخير نولي نطبقوا كما راكم تشوفوا، لازم تطبقوا فيه شوية كما هكذا، ومن بعد توليو زيدوا تخبطوه وتدخلوا نسبة كبيرة من الهواء باش يجيكم مثقب كما شفتوا بيه في الصورة. البنات الحاجة اللي تعبكم راهي تجي مليحة. من جهة أخرى كنت جبت الصينية هذه تاع البيتزا، على بالي عندكم كامل، تدهنوها بالزبدة، ترش عليها الفارينة وتحطوا العجينة وتدهنوها بالزيت وتخليوها ترتاح 10 دقائق باش توليو تطرحوها باه تجيكم سهلة. هنا عندي بيضة كاملة، مغرفة كبيرة زيت ومغرفة كبيرة حليب وقطرة من عطر الكراميل. نخلط مليح ونجي ندهن من فوق. البنات عطر الكراميل ديما نقول لكم انا نديرو باش نتخلص من ريحة البيض، هذا ما كان، ونخليه حتى يضاعف الحجم نتاعو. هنا بعد ما ضاعف الحجم نتاعو نزيد نجي نعاود ندهنو للمرة الثانية. هنا دهنو غير بالعقل باش ما تهبطولوش الطلوع. البنات علاش ندير مرتين؟ راح يخرج لكم واحد اللون روعة. ونرش السينوج كما راكم تشوفوا وندخلوا له الفرن يطيب على درجة 200. كنت سخنته من قبل مدة 20 دقيقة، شعل من فوق ومن تحت. نجيو للطبقة تاعنا. واش درت فيه؟ عندي حبة بصل مرحية رقيقة متوسطة الحجم، زيد لها ثوم شوية زيت وزبدة، وعندي هنا صدر تاع دجاج نص صدر، تقدروا ديروا في خلط تاع دجاج، يرجع الاختيار لكم.
ونزيد له هنايا ملح، توابل دجاج وفلفل ابيض. اذا ما عندكمش فلفل ابيض تقدروا ديروا فلفل اسود. غطيو عليه وخليوه يتقلى على نار قليله، ومره على مره راكم تحركوا حتى تذبل هذيك البصله. خلاص هنا نزيد شويه تاع معدنوس وعندي زيتون، نزيد نقليه غير شويه برك، ومن بعد نمرق بماء كون سخون قيس ما نغطي الدجاج. نقفل عليه ونخليه يواصل طيب. شوفوا الخبز بعد ما طاب هذاك اللون اللي ديه ليه. هنا الصوراي ما عطاتوش حقه، والبنات كنا مع العشيه. نغطيه بالطرشونه ونخليه حتى يبرد خلاص باش نقسمه. شوفوا النتيجه، راهو خفيف خلاص البنات. نرجعوا للمرقه تاعنا. بعد ما طاب زدرت تاع الدجاج نحيته. هنا جبت مغرفه ممسوحه تاع فرينه، شويه تاع ما خلطت مليح، لازم تنحيو هذيك الكتل ونجيب نفرغه هنا على المرق. يبدا يتفرغ يبدا يتخلط، ونخليه يغلي دقيقه ولا زوج. تلقاو هذيك المرقه اختارت خلاص. هنا نطفي عليه. من جهه اخرى جبت بول فرغت فيه 3 بيضات، يكون الحجم تاعهم كبير. اذا كانوا صغار ديروا 4. شويه ملح، شويه فلفل ابيض، نحي شويه من المرق. عندي هنا معدنوس مقطع رقيق، ونخلط مليح. هنا زدرت تاع الدجاج هذاك بعد ما برد قطعته رقيق خلاص. وباش نزكيوه زدت له بطاطا مقليه مقطعه مربعات، ونخلط كل المكونات. هنا جبت البلاطو هذا فرشت له ورق الطبخ ونفرغه لهنا ونعدل ونسوي الوجه. من جهه اخرى جبت فرماج يكون شويه طري، نزيد له 4 كاس حليب. طبعا الفرماج كل ما كثرته كل ما كانت البنه. نزيد بيضه كامله تكون كبيره، ونجي نمعس هذاك الفرماج ونخلط مليح، وندي نوزعه على الوجه بهذه الطريقه، وندخله للفرن يطيب على درجه 180، شعل من فوق ومن تحت حتى يحمر ويدي هذا اللون. خليوه حتى يبرد باش تقسموه. انا هنا كنت قطعته مثلثات، قدمته بهذه الطريقه مع الزيتون. صحة فطوركم البنات، سلام.